فانا بس هوجه رساله الرسمة للفنان دي؟ محمد رمضان اذا كان ينفع. يعني هو الراجل اخي وراجل هي مش دي قناة الرحمة يا جدعان اللي فيها شيوخ على التلفزيون؟ هو بيدي فيها دروس؟ محترم، ولكن عايز اوصل له رساله من معلم يعني بيشوف اثر فعله. لو هو نزل بنفسه وشاف يعني ايه شكل الخناقات اللي بيتم فيها تقليده هو هيزعل. وهو لو ابنه انضرب بنفس الشكل اللي ولد بقى بيبقى شايف نفسه جسمه زيه وبينفذ اداؤه وحركاته ويعرف يعني ايه ولد ينضرب ويعني ايه تتهان كرامته ويعني ايه ما يعرفش. يا جدعان انا عندي مشكلة كبيرة مع اي حد بيقول ان محمد رمضان او البلطجة في السينما هي السبب اللي بيحصل في الشوارع، لان دي مش حقيقة برو. معظم الناس اللي بتطلع تقول ان تأثير محمد رمضان او تأثير افلام البلطجة بسببها بلطجة في الشارع، دول في الغالب ما عاشوش في حتة عشوائية، تمام، وما يعرفوش ان في بلطجيين، وهو في الغالب عايش في منطقة راقية او منطقة عادية بس ما فيهاش بلطجة وما فيهاش حتى تكاتك، تمام، فهو ما شافش. فلما ابتدت تظهر عنده في مناطقه فابتدى بسبب التلفزيون. ودي اكتر حاجة زانية برو. اللي محمد رمضان بيعمله او اللي كان بيعمله حوار البلطجة ده اوريدي موجود في 3/4 الاماكن في مصر. فاللي هو ما ينفعش تيجي تقول الفيلم ده المسلسل ده ليه تأثير على الناس في الشارع بالسلب، لان حتى لو ليه تأثير للناس على الشارع في السلب، فده بسبب ان الناس اصلا اللي اتأثرت دي دماغها مش كويسة. يعني هو اصلا دماغه شخص جاهل متخلف مش واعي، فزي ما هو يتأثر بده فهو يتأثر بأي حاجة تانية. فما ينفعش برضو تيجي تلوم الممثل فاهمني، او تيجي تلوم العمل، لان العمل بنسبة كبيرة الاعمال بتحاكي حاجة حقيقية بتحصل في المجتمع. فانت ما تعززليش ان المجتمع بتاعك ما فيهوش بلطجية وما فيهوش مخدرات وما فيهوش زنا وما فيهوش تحرش وما فيهوش وتيجي تقول لا والله يا التمثيل هو اللي خلى فيه. التمثيل ما خلاش فيه، هو دايما الحاجات دي كانت موجودة في المناطق الشعبية، ابتدت تظهر وتطلع على مناطق تانية لان هي ابتدت تكتر، لان الناس دي ابتدت تكتر، الجهل بقى ازيد، الغباء بقى ازيد، فابتدوا يبقوا اكتر وفي مناطق اكتر. ما ينفعش تيجي تلوم الممثل او حاجه. انا بكره الناس اللي بيقعدوا يقولوا الجملتين دول، بحسهم متخلفين والله، مع كامل احترامي للاستاذ يعني او اي حد بيقول كده. بس برو انت مش واعي باللي موجود، انت قاعد في مكانك، قاعد في مكان محترم، فاللي هو انت مش شايف. انا بكره محمد رمضان بس هو مش اللي عامل كده، هو المجتمع مسلم اصلا. بالظبط هو المجتمع فيه شريحه كده، والتمثيل والحاجات دي بتمثلها. زي مثلا هقول لك على حاجه تانية، الممثلات مثلا والممثلين اللي بيطلعوا مثلا في افلام تلاقيهم مثلا بيخلعوا او بيعملوا علاقات او ايا يكن او بيشربوا خمره، فواحد يجي يقول لك ده تاثير على المجتمع كبير، ده يخلي الشباب تشرب، اصلا ده مش موجود في مجتمعنا. حبيبي ده موجود في مجتمعنا، بس انت المجتمع مش الدايره اللي انت عايش فيها. يعني ما ينفعش تقيس اي مجتمع في العالم الا لو انتوا شعبكم 100,000 ولا حاجه بدايرتك، حتى دي برضو هتبقى صعبه. يعني المجتمع متقسم طبقات، والطبقات دي متقسمه على مناطق، يعني في الغني والفقير والمتوسط، تمام، بس الغني والفقير والمتوسط دول هيختلفوا عن اللي في اسكندريه، هيختلفوا عن القاهره في الجيزه، هيختلفوا عن اللي في اقصر واسوان وفي الصعيد. طبقات مختلفة بأفكار مختلفة، وكل طبقة ليها أشكالها، والمناطق الشعبية ليها تفكيرها، وحتى فيها أغنياء في المناطق الشعبية وفي فقراء في المناطق الشعبية، تمام. يعني في أغنياء في المناطق الشعبية ممكن يبقوا أغنياء أكتر من الناس اللي في المناطق الراقية، تمام، بس دول ليهم تفكيرهم، دول ليهم تفكيرهم، دول ليهم طريقتهم، دول ليهم طريقتهم، فكل واحد عنده حاجته. يعني مثلا الغني اللي في منطقة شعبية مثلا يشرب بيرة وستيلا، الغني اللي في منطقة راقية هيشرب واين وشامبانيا ولا ايا يكن، فاهمني ازاي؟ اتس نوت ذا سيم. فما ينفعش تاخد حته كده، فاهم؟ ما ينفعش تاخد شعره وتقول الشعره دي هي الاساس بتاع كل حاجه. انا بكره المجتمع ده ميكا كان معبي قوي المجتمع، مش عارف معبي من المجتمع، بس فكره ان انت بتاخد حاجه وتعممها على كله، فاهم؟ يعني حاجه صغيره بتروح عامل زوم ان بقى ده كله كده، خلاص ده كله كده، فاهم؟ زي مثلا انت تشوف شباب بيعملوا حاجه وحشه، تمام، انا بشوف الكومنتات دي كتير قوي، شباب بيعملوا اي حاجه وحشه، او مش شرط حاجه وحشه، بيعملوا حاجه غير مألوفه لشخص كبير في السن. يعني مثلا شاب 20 سنه 25 سنه
بيعمل حاجه مثلا الستريم دلوقتي اللي انا بعمله ده مثلا لو واحد فلنفترض شافه عنده 60 سنه هيقول لك بص الجيل، بص الجيل الوسخ بيعملوا ايه، بص شويه الاوساخ بيعملوا ايه، الكلام ده وحش تمام، لان هو بالنسبه له ده وحش، يعني ده ما كانش موجود على ايامه، اذا فهو وحش، لازم تبقى زيه، فاهمني ازاي؟ ودي حاجه غلط، دي حاجه غلط. او يشوف مثلا مجموعه من الشباب بتعمل حاجه، شباب صغيره، يقول لك ضاع الاسلام، لو عمم الاسلام كله ضاع خلاص. مفيش شباب صغيره مسلمين، انتهت كده، الجيل اللي جاي كله وسخ. ازاي ده؟ ازاي بصوره انت شفتها على النت لحد، او فيديو انت شفته لحد المجموعه من الناس، فاصبح خلاص، ومن ثم بيحسسك ان هو مثلا على ايامه كان كل الناس صالحه وكل الناس طيبه. برو، ما احنا لما بنروح نتفرج على حاجاتكم زمان يعني كان باين ان في برضه زي ما في دلوقتي وكان في زمان. ممكن مصطلح البلطجه ده ما كانش موجود زمان زي دلوقتي لان المناطق الشعبيه ما كانتش موجوده، بس كان في مصطلحات تانية وكان في حاجات تانية يعني. والله بالله ما افسدوا محمد رمضان يصلحوا محمد صلاح. اكيد ده كده كده. بس انا معاك ان الارت از ريفليكشن اوف لايف، بس برضه لايف از ريفليكشن اوف ارت. الناس دايما تحب تبقى زي باتريك باتمان وزي وزي محمد رمضان، بس في نفس الوقت فعلا الناس اللي عقلها صغير كده كده واللي مصيره كان هيبقى كده هم اللي بيتاثروا بالظبط. يعني انا مثلا انا اعجبت بشخصيه جامده قوي تمام، انا اعجبت بالشخصيه، مش معنى كده ان انا هقوم الصبح البس زيها وهمثل زيه. ده لو انت بتعمل كده فانت عقلك فيه مشكله، ده انت كده ما عندكش شخصيه، انت كده بتتمثل بشخصيات في واقع افتراضي او في حاجه افتراضيه انت شفتها، عشان انت ما عندكش شخصيه، بتحاول تبقى عندك حاجه هي مش عندك، فبتشوف الشخصيه الجامده في اي حاجه وبتحاول يبقى عندك. فدي مش مشكله في العمل نفسه، هي مشكله في الشخص، مشكله في الدماغ بتاعت الشخص. لو انت لو عاوز تعالج الشخص مش تعالج صاحب الحاجه. زي مثلا الناس اللي هي اولياء الامور او الاهل سواء بره مصر، اجانب او مصريين وعرب، اللي هو مثلا يشوف ابنهم بيتفرج على حاجه على اليوتيوب، حاجه وحشه مثلا، صانع محتوى بيشتم او بيتكلم في حاجه مفروض عيل صغير ما يسمعهاش، فبدل ما يلوم نفسه ويلوم ابنه فيبتدي يلوم صانع المحتوى ده، اللي هو انت ازاي تعمل حاجه زي كده. بتلاقي في الكومنتات يقول لك في عيال بتتفرج، في اطفال بتتفرج. برو في اطفال بتتفرج، دي مش مشكلتي تمام، دي مشكلتك انت هنا انت مقصر في حق عيالك، المفروض تاخد بالك عيالك بيشوفوا ايه وما بيشوفوش ايه. ما ينفعش تيجي تلومني انا ان انا بعمل حاجه غير مناسبه لعيالك فعيالك بيتفرجوا عليه، انا مالي؟ ما تشوف انت عيالك ايه مشكلتهم. دي نفس مشكله العقول، لو انت فيك مشكله في عقلك صلح عقلك بقى، والمسؤول عن ده يصلح. يعني مثلا ما يكونش التعليم بايظ وبعدها تيجي تقول لي والله محمد رمضان هو السبب. طب ازاي؟ طب ما التعليم اصلا بايظ من البدايه، ما هو ده مأثر في حاجات، التربيه مثلا بايظه، تربيه الاهل بايظه، فاللي هو ما ده مأثر، ده اللي بنى الموضوع ده ان هو يتأثر من افلام او مسلسلات. طب فك ام باتمان. انا باتمان. تعالى بجد لو حطيت اي بوست على الفيسبوك اي كان هتلاقي حد ياكل، ده كده كده يا باشا، ده اساسي. التيك توك يا باشا، التيك توك هو السبب، الناس بتاع التيك توك هو السبب. يا رب التيك توك يتمنع عن مصر. ايوه يا اسطى، التيك توك هو اللي مؤثر فعلا، دي حقيقه، التيك توك هو الوحش. التيك توك القيامه قربت، القيامه قربت. الناس اصبحت في غفله، على حيث مثلا الناس من 30 سنه ما كانتش بتعمل حاجات وحشه بس. ما كانش في تلفزيون الناس بتسهر قدامه، ما كانش في كباريهات والناس بتروحها، ما كانش في مجلات بورن الناس بتجيبها. لا الناس اصبحت في غفله دلوقتي اصبح بسبب النت. اكيد يا برو، اكيد. الفكره ان النت والحاجات السوشيال هي ما زودتش ولكن هي اظهرت، فاهم؟ زمان كانت الحاجات مستخبيه، انت بتعمل الحاجه ولكن الحاجه مستخبيه. ده مثلا بيحب يتفرج على، بس انت ما تعرفش، بيروح يتفرج على رقاصه كل خميس انت ما تعرفش، تمام؟ في رقصات كتير، في ناس بتزن كتير، في كذا في كذا انت ما تعرفش، تمام؟ النت خلى لك ده يظهر، تمام؟ انت مثلا بقيت تشوف ناس كتير بترقص، ناس كتير رقصات مثلا على التيك توك او ايا يكن، فانت بقيت تقول ايه؟ الناس اصبحت في غفله ومش عارف ايه، برغم ان هو نفس العدد برضو كان موجود زمان، مع نفس عدد السكان بيرتفع نفس عدد الحاجه، اللي هو قيمه مقابل، يعني الاثنين زي بعض، هو ارتفاع طبيعي. ها بس الفكره ان هو دلوقتي بقى قدام عينك، انت زمان الموضوع ما كانش قدام عينك الا لو انت دورت على الموضوع. لا دلوقتي قدام عينك. الخمور موجوده عموما في اي بلد في الكوكب، حتى لو ممنوعه من البلد تمام نفسها فهي موجوده.
فالناس مثلا دلوقتي لو انت فاتح اي سوشيال ميديا، انت ممكن يعدي عليك بار او كازينو او واحد بيتكلم على الخمور وبينصح الناس تشرب ايه وما يشربوش ايه وبيدي رايه مثلا في الخمور، فانت تيجي تقول ايه ده، بص بقينا بنتكلم فيه، اصبحنا في غفله. ده برضو كان موجود زمان، بس هو زمان بتوع زمان ما كانش عندهم حاجه ينشروا عليها الكلام ده، بس ده كان موجود، الناس بتقيم وناس بتقول تمام. فكنت بتلاقي الناس المهتمه بتعرف توصل لهم، فاهمني ازاي؟ فكر بس السوشيال ميديا خلت الناس تنشر الحاجه اللي هم كانوا بيعملوها، فاهمني ازاي؟ يعني لو كانت موجوده زمان كان هيحصل برضه، الرقاصه كانت تنشر، اللي بيزني كان هيطلع يقول لك انه بيزني، اللي بيشرب خمره كان هيقول لك انه بيشرب خمره. هي سيم شيت، هي نفس المعادله ما بتتغيرش، بس هو الناس دماغها مقفله. زمان كان اسوأ بكتير من حيث العولمه اللي قدمتها النت، بسبب انك بقيت مفكر ان على النت كل حته في الشارع بالظبط، وده تفكير غلط. يعني هي دي النقطه، نقطه ان انت تاخد حاجه صغيره وتزوم عليها وتقول ده على كله، بتطبق على كله، وده طبعا غلط، ده غلط. وبعدين انت مثلا بتشوف ده معناه ان دي الحاجه اللي انت مهتم بيها لحد ما، او انت مقبل انك تشوفها. لكن انت ممكن مثلا تبتدي تسكرول اللي هو مش مهتم مثلا بالحاجه دي، هيبتدي يظهر لك حاجات تانية فيظهر لك جانب كويس. يعني انت مثلا بيظهر لك جانب وسخ فيه رقص وعهر وقله ادب، تمام؟ لو ابتديت مثلا تحاول تبعد عنه وما تتفرجش وتبقى نوت انترستد والحاجات دي، ممكن يبتدي مع الوقت يظهر لك جانب تاني، جانب مثلا الناس اللي بتتكلم في الدين او في القران، وهتلاقي منهم شباب برضو صغيرين بيتكلموا في نفس الموضوع. فاللي هو في ده وفي ده، في ده وفي ده، وفي ناس في النص. فالفكره ان انت ما تاخدش اللي هو الوحش وتقول اللي في النص وحش، واللي على الشمال وحش، واللي على اليمين وحش، كله وحش، يظهر لك بس. يعني الناس عامة محتاجة تفكر شوية، موضوع صعب أوي، ده صعب إن مفيش حد بيستخدم المخ، لا ما ينفعش، كله يعمم وخلاص، هو التعميم ده اللي هو كله وحش.